الأشياء اللي الإنسان يتعامل فيها مع رمضان أنه يهيئ نفسه لرمضان. جميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فالإنسان يوم يبدأ مثلا شهر شعبان المبارك قبل رمضان بشهر يبدأ يهيئ نفسه بعادات، مثلا تلاوة القرآن. تعرف أنه شهر رمضان شهر تلاوة القرآن، ويبدأ مثلا يعود نفسه على الصيام، خاصة إذا أنت كنت في مناطق مثلا يعني أنت متعود من رمضان الماضي مثلا ما صمت، فأنت عندك فترة طويلة جدا ما تعودت أنك مثلا تفقد شيء، فطور الصباح، تفقد روتين معين أنت قاعد تسويه. وبعض الناس مدمنين القهاوي يعني، فأنت لابد أنك أنت تهيئ نفسك من البداية، كمثلا صيام يوم الاثنين والخميس، الايام البيض من شعبان. هذه الايام انت لو تقدر تصومها تبدا تهيئ نفسك لشهر رمضان المبارك. ايضا تلاوه القران، مثلا انت كان عندك ورد يوميا تقرا وجه، زد الى مثلا ثلاثة أربعة، بحيث انك انت تدخل رمضان وانت اصلا مهيئ نفسك لانك ايش؟ تقرا جزء يوميا. جميل. ويعني اللي يزيد في الاجر عند الله اكبر، يعني لا شك. فانا خليني ابسط لك الموضوع. دخولك الى رمضان كانك يعني مع شابه مع فارق التشبيه عفوا، كانك داخل مباراه. انت الان لو دخلت مباراه وما حميت، او انك ما تدربت في النادي لك اسبوع، ولا رحت ال- الصاله الرياضيه وكذا والى اخره، ممكن تدخل المباراه تجيك اصابه لا قدر الله، ما تؤدي التمرين بشكل جيد، ما تؤدي المباراه بشكل جيد. فانا ابسط لك الموضوع كان اللاعب الان يوم يستعد مثلا لمباراه كبيره يتدرب، ثم تلقاه اصلا يعني مع زملاء اللاعبين له اسبوع مستمرين ووضع خطه وتكتيك والى اخره. ليش؟ عشان يوم المباراه يكون جاهز وينفذ الشيء المطلوب له وياخذ الثلاث نقاط او الكاس ويطلع من المباراه بالشيء الموجود. هكذا رمضان، الان نحن قادمون على شيء كبير، فانت لابد انك تهيئ نفسك بالصيام، بكثره الاستغفار، بكثره الدعاء وتلاوة القرآن، وتبدأ تصوم حبة حبة حبة، تدخل رمضان أنت جاهز، مو تدخل رمضان لسه بتجهز نفسك. صح. جميل. هذا الشيء يعود طبعا لكل الأمور اللي احنا ذكرناها. النية الصالحة إذا كانت موجودة الله عز وجل يسهل لك باقي الأمور. جميل جدا. طيب خلينا نركز على جانب، ما هي أكثر الأخطاء يعني التي يقع فيها الشباب عند بداية دخول رمضان؟ هناك أخطاء شائعة تتكرر في كل موسم، فودنا ننبه عليها الشباب حتى يعني لا تتكرر هذه الأخطاء. جميل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا عندنا طبعا يقولوا الحماس بداية رمضان. الحماس دائما يكون حماس شكلي ما هو عملي، ويكون دائما مؤثر على الدوام أو الاستمرارية في رمضان. جميل. دائما يقول لك خلي الحماس يكون عملي، لا تحاول تضغط على نفسك. لا، دائما لما تعطي نفسك مثلا في اليوم الحد الأعلى مثلا نقول 5 صفحات في الورد اليومي مثلا ختم القرآن في رمضان، تعطي نفسك مثلا نموذج بسيط. عندك الصلوات، ما في ناس تضغط على نفسها، يوصل يوم 10 رمضان يقول لك خلاص ما فيني حيل. دائما تعود نفسك على نظام معين بسيط اللي أنت تقدر عليه واللي تقدر تستوعب وتستمر عليه دائما. فبهذا الشكل حيستمر اسمه ذا الخطأ هذا ما حيكون شائع معانا في رمضان، وراح يختفي إن شاء الله ويتلاشى بإذن الله تعالى. طيب أكثر الأسئلة اللي تؤرق الشباب يا أنس هو يقول لك يا أخي أنا يعني دخل علي رمضان وأنا ما عندي إجازة، أنا لسه عندي دراسة ولسه عندي شغل، واللي عنده وظيفة واللي عنده التزامات الخاصة. وأنا أقول كيف يوازن، أو سؤال هذا المحور، كيف يوازن الشاب بين العبادة وبين الدراسة وبين العمل وبين رمضان؟ هذه الأمور لا بد أن يضعها الشاب في الحسبان. طيب التوازن بشكل عام يبدأ بتنظيم الوقت وعدم تحميل النفس فوق طاقتها. فأنت الآن موسم رمضان، أنا ليش قاعد أقول لك هيئ نفسك من البداية، وضع لك جدول. أنت الآن شهر رمضان شهر تعرف فيه أصلا ضغط، يعني
مع الصيام ومع تجهيز الفطور ومع العمل والدراسة، أشياء كثيرة جدا، وصلاة التراويح. فأنت لازم أنك أنت تخفف في الفطور عشان ما تقدر يعينك هذا الموضوع. أسئلة كثيرة وضغط، والوقت يمشي سريع. فأنت قبل ما تدخل نظم وقتك. أنا عندي من الساعة هذه للساعة هذه جميل. عندي هذا العمل، ومن ثم أنا أتفرغ لتلاوة القرآن، ومن ثم أنا أتفرغ مثلا للدراسة، ثم أنا أحاول أني أجهز الفطور مع أهلي، ثم بعد هذا أستعد لصلاة التراويح، ثم بعد التراويح في وقت طويل إلى وقت النوم أجهز فيه مثلا قراءة راجع فيها أشياء وإلى آخره. الوقت موجود، ولكن المشكلة في رمضان الأشياء مبعثرة، فأنت تلقى كل شيء كذا داخل في بعضه وفي سرعة فأنت إذا ما رتبت هذا الوقت غالبا يعني هو موسم خير، موسم حصاد. أنا ما أبغى الجميع إلا يخرج فائز. فهيئ نفسك من الآن. وترى يعني دخول العبادة، يعني العبادة لا يعني ما تأخذ ترى من المسؤولية. الناس تقول لك احنا بنتفرغ الى العباده وسنترك مسؤولياتنا ودراستنا والى اخره وما ادري ايش. لا، ترى دخول العباده على المسؤوليات اعانه، ترى ما هي بعبء. فهمت علي؟ قد يحتسب الاجر في العمل. اي نعم. فلذلك انت الان الناس تقول لك لا احنا نتفرغ في رمضان للعباده. كلامك سليم، ولكن لا يعني ان التفرغ للعباده ان المسؤوليات تختل. لا بالعكس، ترى وجود العباده شيء يعين ترى على يعني انت الان لو عبدت الله عز وجل وتقربت اليه ترى وصلك توفيقه، واذا وصلك توفيق الله وبركته حلت لك المواضيع هذه كلها. فلا يعتقد البعض بانه وجود العباده هي عبء على المسؤوليات الموجوده اصلا. لا، هذا كلام غير صحيح. العباده هي مقومه ومساعده لحل المشاكل، ولكن الموضوع كله يعود الى تنظيم الانسان. كيف في اوقات جميله جدا مثلا بعد صلاه الفجر في رمضان لها طعم خاص. يعني بورك لأمتي في بكورها، ويعني هذا وقت أيضا اللهم صل على وقت الفجر اللي هو قال الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي أوقات جميلة جدا الواحد ممكن يستطيع أنه يرتب فيها نفسه وأوقاته. فأنا المقصد من هذا كله لا أريد أن يكون هذا الشهر يخرج إن شاء الله أن الجميع فائز، ولكن رمضان فيه سرعة، الوقت يمر فيه بسرعه، والانسان اذا ما رتب جدوله وما رتب اوقاته وكذا ترى يروح منه. وانا والخير ما ابغى يروح على الجميع. والله يبلغنا واياكم يعني. اللهم امين. طيب يا عمار، شحن الشاب وشحذ الهمه قد يؤدي الشاب الى انه وده يعني ايش يصوم الليل، عفوا يقوم الليل كامل ويصوم النهار ويقرا القران طول وقته. فهل المطلوب في رمضان الاكثار من جملة العبادات أم الاستمرار والاكتفاء بالقليل منها؟ جميل. عندنا بالنسبة هذه الإسلام أصلا يعلمنا على الاستمرارية مو على الكثرة. الله دائما بيقول لك زي ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله قليلة أدومها ولو قل. جميل. فدائما حثنا الدين على الاستمرارية لا على الكثرة. دائما يجيك واحد يقول لك انا بقوم الليل كله. طيب عندك صلاة فجر، هل انت الان سهرك هذا كله ما بيأثر على صلاة الفجر؟ اذا كان بيأثر فهذا ما له داعي. تصلي بعد العشاء الوتر وتصلي لك ركعتين ما اللي تقدر عليه، ثم تنام تريح لصلاة الفجر. فهذا يعلمك على الاستمرارية وليس الكثرة. الكثرة بعض الأحيان تخليك تعدي أو تضغط على نفسك بحيث أنك تأثر على الأعمال القادمة أو العبادات القادمة، مثلا صلوات في أوقاتها تعدي بسبب أنك قاعد تسهر ولا تحاول أنك تقوم أو تواصل إلى ما يكون الضحى. بعض الأحيان يجي يقول لك أنا بستمر للضحى، هو ما يقدر، لو طول عن ذا الوقت بيأثر على صلاة الظهر وهكذا. فدائما الاستمرارية هي الأفضل من الكثرة، وهذا الله أعلم. الله أكبر. جميل جدا. إذا الإسلام يعلمنا أن البركة ليست في الكثرة بل إنما في الاستمرارية. جميل جدا. طيب أكثر شيء يشغل الشاب في هذا الزمن تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، ويعني حري بنا أن نتحدث عنه في هذا الموضوع، ألا وهو السوشيال ميديا يا أنس، وكيف يسرق أوقات الشباب تحديدا في رمضان، لأن الوقت في رمضان ليس مثل الوقت في غير رمضان. يعني لابد أن يتعامل الشاب إذا ما كان أصلا تعامل مع هذا الموضوع
سابقا أن نتعامل معه بشكل مختلف في شهر رمضان. ما هي خطة الشاب التي يجب أن تكون في شهر رمضان، وكيف يتجنب ضياع الأوقات في مواقع التواصل الاجتماعي؟ التعامل صراحة مع السوشيال ميديا يكون التعامل بالوعي. أنت لابد أنك أنت تحدد ماذا تريد من السوشيال ميديا في رمضان. الله أكبر. جميل. جميل. مع الأسف بأنه موسم رمضان أو رمضان، شهر رمضان مبارك، هو موسم المسلسلات والأفلام والكلام الغريب هذا. فتلقى بأنه أصلا العالم كله يقول لك المسلسلات نازلة في رمضان وإلى آخره، فتبدأ تشغل الناس عن شو اسمه، عن العبادة وعن هدف رمضان. ولكن الموضوع يعود إلى الشخص نفسه. أنت اعرف إيش تبغى في السوشيال ميديا في هذا الوقت. لا تخلي الموضوع كله يدخل في أنك أنت يسحب هذا الموضوع من وقتك ويسحب هذا الموضوع. يعني ترى أنت الآن لاحظ أنك أنت قاعد تهيئ نفسك من الأعمال الصالحة قبل رمضان. من شهر شعبان أنت قاعد تهيئ نفسك. يوم جاء موسم الحصاد انشغلت بالسوشيال ميديا وانشغلت بالأفلام والمسلسلات وإلى آخره، ضاع عليك موسم الحصاد. أنت الآن رمضان هذا موسم خير، أنت الآن أخرج قدر المستطاع. فلا تخلي هذه الملهيات تدخل من عندك يمين ويسار. أنا مستحيل أنك أنت تستغني عن الجوال، لأن نكون واقعيين صراحة. أنت لن تستغني عن الهاتف، لن تستغني عن السوشيال ميديا، ولكن اضبط موضوع استخدامك للسوشيال ميديا. أوقات معينة، أخبار تابع وإلى آخره. أنت الآن يعني كأنك داخل كأنهم فتحوا لك باب الغرفة وقالوا لك يا أخي ادخل وخذ ما شئت. فأنت تخيل أنك أنت داخل الغرفة هذه وشايف فيها الخير، تنشغل بالجوال وتترك هذا الخير، لأن خلاص يعني معك 10 دقائق في الغرفة دي، شيل الشيء اللي أنت تبغاه واطلع. فأنت تنشغل بهاتفك؟ لا، ما تنشغل وتحصد الشيء الموجود. فهذا هو الآن عندنا شهر رمضان هذا، استغل كل دقيقة فيه قدر المستطاع. وهذا قد يكون يعني كلام مجازي، هو انك تستغل كل دقيقة فيه، ولكن لا تخلي هذه الأشياء تدخل وتسحب منك وقتك. الآن الواحد إذا جلس بالجوال يسحب منه الوقت، ساعة، ساعتين، 3، 4، 5، ومن هنا يروح معك الوقت، يسحب، وأنت الخسران في الأخير. فيعني والله من أهم الأشياء الواحد اللي يستغلها هو كثرة الدعاء. يعني اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على صيام وقيام وتلاوة القرآن. هذه أشياء من الأشياء اللي إن شاء الله تعين أن الله عز وجل يوفق لجسمه للقيام بالأعمال الطيبة. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. جميل جدا. طيب، أخيرا وليس آخرا يا أخي عمار، لابد أن نركز على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها، وقالوا أيضا خير الأعمال، يعني الأعمال تقيم بالخواتيم. صحيح. والختام بالإنسان هو أهم عليه. يعني دائما الشاب يسأل الله تعالى يجعل آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله. سؤالي هنا وتركيزي هنا على نقطة كيف يحافظ الشاب على أثر رمضان بعد انتهائه. وأعني بهذا الكلام، يعني أتحدث عن هذا الكلام الآن. ليش؟ لأنه هذا الكلام أنا برأيي أنه لابد أن يعني يحدث به الشاب نفسه من الآن، مو إذا انتهى رمضان تجي تقول يا أخي أنا كيف أحافظ على هذا الأثر. لا، أنت لابد أنك تخطط زي ما أنت خططت لبداية رمضان من الآن، لابد أن تخطط لنهاية رمضان من الآن. سؤالي هنا كيف يحافظ الشاب على أثر رمضان بعد انتهائه؟ جميل. عندنا أولا في رمضان كل ما تتعلمه في رمضان أو ما تكسبه في رمضان من أعمال خيرة ولا أشياء حلوة تتعلمها في رمضان، خليه أسلوب حياة معك بشكل دائم، لا تخليه مرحلة مؤقتة. مثلا الناس صارت في رمضان الآن خلاص تيجي مثلا تحافظ على الصلاة وتحافظ على القرآن، تحافظ على الأحاديث، تحافظ على أذكار وأشياء كثيرة، بحيث إنه بس في رمضان. خارج رمضان لا يحافظون عليها ولا خلاص يقول لك عادي، هي بس في رمضان بيكون التركيز عليها، بعد كذا خلاص. لا، عندنا احنا بعد رمضان لازم تستمر عليها. ودائما يقول لك ايش المحافظة على أو الاستمرارية، زي ما قلنا في الموضوع اللي قبله، إنه الاستمرارية هي دائما الأساس في التعاليم الدينية أو في رمضان وفي الأعمال الخيرة.
فهذا دائما يكون الاستمرارية شيء جميل ويكون أسلوب حياة. عندنا مثلا تحافظ حتى لو على حاجة واحدة من ما تعلمت في رمضان، حاجة واحدة لو بس مثلا ورد، صلاة وتر، قيام ليل، الأشياء دي لو حافظت بس على شيء واحد من ذولا بيكون شيء جدا طيب. عندنا ثانيا أصدقاء أو الصحبة الصالحة، هذه تعينك على الاستمرارية في الأعمال الخيرة إن شاء الله. وعندنا أيضا تذكر أن رب رمضان هو رب باقي كل الشهور، الله أكبر. وليس هو رب في رمضان، وباقي الشهور ليس فيها أحد رقيب ولا حسيب. فنحافظ ونعود نفسنا على الاستمرارية دائما، ونتوكل على الله، ودائما نخاف من الله في كل صغيرة وكبيرة، ونخلي ربنا في أمام ناظرينا في كل حاجة نسويها، وبإذن الله ربنا بيعيننا ويساعدنا في كل أمورنا. والله يجزاكم الله اللهم خير. امين. الله يجزاك خير يا عمار، والله يجزاك خير. انا اسال الله تعالى ان يبلغنا واياكم والمشاهدين شهر رمضان ونحن نتمتع بصحه وعافيه، وان يعيننا فيها على الصيام والقيام. شكرا لزميلي انس وعمار. ايضا الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على حسن الاستماع والانصات. هذه كانت اخر حلقاتنا في برنامج قضيه ورأي. نلتقيكم باذن الله بعد انتهاء شهر رمضان، ويعني العهد بكم يعني مستمر في المسابقة الرمضانية، والتي سوف يعلن عنها إن شاء الله عبر قنوات شبكة سلام الإعلامية قريبا، والتي ندعوكم إلى المشاركة فيها كما جرت العادة سنويا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد.